السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نوجد معكم اخواتي ان شاء الله واحد الدجاجة محمرة ومعمرة اللي كتجي رائعة بزاف. ندوزو اخواتي المقادير. عندنا كيف ما شفتوا الزيتون مقطع، نص حامضة مصيرة مقطعة كذلك، عندنا بصلة صغيرة محكوكة، عندي واحد زليفة ديال الروز كيف ما كتشوفوا معايا اللي مسلوق من قبل مع شويه الملحه، وعندي هنا كبيدات مقطعين اللي فايت ليا كذلك درت لهم واحد نص سلقه مع شويه الخل، واحد الحبه البيض صغيره، واحد عصير نصف حامضه، ومعلقه صغيره ديال الصوجا. وبالنسبه للتوابل الاخوات عندنا معلقه صغيره ديال الكركم، وعندنا معلقه صغيره ديال الخرقوم العادي، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه ديال القزبر حبوب مطحون، ومعلقه كذلك صغيره ديال الابزار، 3 ديال الضريصات ديال الثومه، وجوج معالق ديال القزبر ومعدنوس، وواحد ضامد الزعفران، ومعلقه المطارد، ومعلقه ديال السمن بالنسبه لمعلقه صغيره. وعندنا هنا كيبقى لكم حسب الذوق. ضفت واحد القليل من الزعتر، بغيتو تضيفوه بغيتو تستغناو عليه، كيبقى لكم حسب الذوق. صافي غادي ندوز الاخوات نشد هاد التوابل هادو ونضيفهم شي تبصيل اللي غادي نخلط فيه دوك المقادير كاملين. وبالنسبه للاخوات الدجاج راه سبق ليا غسله بالملحه والحامض والسكينجبير. فلذلك الاخوات انا ما ضفتش الملحه بصفه نهائيه، لانه الحامض مصير عندي مالح وكذلك السمن مالح، فحاولت انني نتفادى الملح بصفه نهائيه. ومع ذلك جاتنا الدغميره هي هذيك، يعني ما جات لا مسوسه ولا بس، جات رائعه رائعه بزاف كيف ما غتشوفوا معايا الاخوات ان شاء الله في الاخير. وضفت في واحد 4 كاس ديال الماء باش غادي نخلط ديك لقامه مزيان صافي، وغادي ندوز مباشره نبدا نشرمل في الدجاجه. بالنسبه لاخوات الدجاج الا بغيتوه يجيكم فتي، فضروري الاخوات انه يكون بايت في الثلاجه او يومين باش كيجي الدجاج فتي. ما الدجاج الا درتوه في ساعته راه ما كيجيش زوين، فضروري اننا نجيبوه يعني من قبل ونغسلوه يعني ونديروه في الثلاجه. على الاقل واخا غير واحد الليله او كيف ما قلت لكم نهار كله صافي، ومن بعد مباشره جبدوه وصافي جبدوه وطيبوه كيف ما شفتوا الاخوات. درت واحد الثقب في الصدر ديال الدجاج باش كندخل ديك اللقامه مزيان وكتجي داخله مزيان في الدجاج صافي. وغادي ندوز هنا للحشوه. بالنسبه للحشوه الاخوات ضفت فيها البيضه، وغادي نضيف شويه د الحار، وضفت دوك الكبيدات اللي عندي مسلوقين من قبل، وكذلك الكميه د الرز اللي غادي تبان لكم بانها غادي تكفي لديك الدجاجه صافي. وغادي ندوز نعمر ديك الدجاجه مزيان حتى عمرتها مزيان صافي. من بعد غادي نجمع لها دوك الفخيضات، وغادي نحاول الاخوات انني نخيط يعني باش نخيط ديك الدجاجه من القدام باش ما تسيحش ليا العماره في الكوكوت صافي. هنا غادي ناخذ الاخوات الكوكوت اللي غادي نطيب فيها، وغادي نضيف فيها ديك الدجاجه في الاول على الصدر ديالها، وغادي ناخذ ديك اللقامه اللي تبقات ليا في القصريه غادي نضيفها في الكوكوت، وغادي نضيف واحد شويه د الماء في القصريه باش ديك اللقامه اللي كتبقى في القصريه غادي نخويها حتى هي في الكوكوط كيف ما غادي تشوفوا معايا اخواتي. هانتوما كيف ما شفتوا يعني حتى ديك اللقامه اللي كتبقى كنخويها في الكوكوط صافي. وغادي ندوز الاخوات ندير واحد الثقب في الصدر ديال الفخذ كيف ما شفتوا باش يعني ما تفرقعش وتخرج لينا ديك العماره. فدرت هكا واحد الثقب اللي صغيره يعني ما حفرتش بزاف صافي. وغادي ندوز الاخوات ندير الدجاجه ديالنا الطيب كيف ما شفتوا. بالنسبه للاخوات هنا راه ضفت واحد كاس ونص اللي ضفت ديال الماء صافي. وغادي نخلي الدجاجه طيب على خاطرها على نار اللي تكون مهيله، ومع كل نوبه ندوزو نحركوها. بالنسبه للاخوات هنا غادي نضيف الكبده وكذلك واحد البصله من الحجم يكون متوسط، وعندي القنيصات والعنيقات اللي حتى هما درت ليهم واحد نص سلقه مع الخل غير باش كتحيد لينا ديك الزفوريه يعني ما كيجيوش زفرين. وغادي ناخذ ديك البصله الاخوات غادي نقطعها قطع صغيره كيف ما شفتوا معايا على هذا الشكل. بالنسبه للاخوات البصله وهاد القنيصات يعني ما كنديروهم حتى الدجاجه يعني كتكون يعني قربت طيب كيف ما غتشوفوا معايا. فهنا يعني راها طابت من الصدر ديالها وقلبتها ودرتها طيب على الظهر ديالها صافي. من بعد كندير ديك البصله ودوك العنيقات صافي. ملي كتبان لي الدجاجه بانها طابت راه كنحيدها
من الكوكوط وكنديرها مباشرة في الطاوة اللي غادي نحمروها فيها. بالنسبة لأخوات الدجاج ضروري ملي يكون كيطيب خصكم تبقاو رادين معاه البال ونوبة نوبة تحركوه، نوبة على صدرو نوبة على الفخاد ديالو باش كتجي ديك الدجاجة طيبة من يعني جميع الجوانب ديالها. وهنا الأخوات كيف ما شفتوا معايا قبيله في الزلافة راه كانت محطوطة واحد الكبدة ما سبقش ليا وسلقتها، فهي اللي كتعطينا السر ديال الدغميره باش كتجي ديك الدغميره عاقده. غادي ناخدها وغادي نحاول انني نفرتتها في الدغميره باش كتختر لنا ديك الدغميره وكتجي لذيذه. وبالنسبه لاخوات الزيت انا كنضيفها حتى لهاد المرحله هذه، كناخذ ربع كاس ما كاملش ديال الزيت. كيبقى لكم حسب الذوق، بلديه او روميه. انا هنا خلطت ما بين البلديه والروميه وغادي نضيفها وغادي نخلي الاخوات هاد القشيوشات كذلك والدغميره يطيبوا على خاطرهم على نار اللي تكون مهيله. وضروري اننا نبقاو مستمرين في التحريك. صافي هنا الاخوات في الاخير غادي نضيف واحد الملعقه ديال السمن كيف ما شفتوا معايا راه ما عامراش، وغادي نخليها تبدا طيب على خاطرها حتى تعقد معنا هاد الدغميره كيف ما غتشوفوا معايا ان شاء الله. وضروري الاخوات نبقاو مستمرين بالتحريك، يعني كل نوبه شويه نحركوا. الا خليتوها ما بقيتوش كتحركوها فغادي تلقاوها يعني لصقات لكم من التحت وهي باقا ما تعلكاتش. فمن الاحسن انكم كل نوبه بقاو ضروري انكم تطلعوا عليها وتحركوها. هانتوما كيف ما شفتوا الاخوات هنا الدغميره راه بدات كتنشف وجات عاقده ما شاء الله وجات رائعه بزاف. وكيف ما شفتوا الاخوات راه ما كتلصق يعني ما حتى حاجه الا بقيتو مقابلينها راه كتجي رائعه ديك الدغميره وكتجي يعني ما كتجينا لا لاصقه او لا فيها مذاق الحرق، كتجي رائعه بزاف. وكيجي فيها كذلك واحد اللون اللي زويون كيف ما كتشوفوا معايا الاخوات. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتخليو لي شي تعليق زوين، وكذلك تبارطاجيو الفيديو الى عجبكم مع الاحباب والاصدقاء وكذلك العائله. وما تنسونيش اخواتي من اللايكات وكذلك شي تعليق محفز. وشكرا لكم بزاف وشكرا لاي واحد كيدعمني من الاول حتى الاخير. صافي هنا الاخوات غادي ندوز باش نحمر الدجاجه. بالنسبه للاخوات هنا باش غندهنها درت شويه د المطارد مع شويه ديال التحميره وشويه ديال الزيت وشويه ديال السمن. صافي وغادي ندهن بهم ديك الدجاجه مزيان يعني من جميع الجوانب ديالها. وغادي ندير الفران يسخن. انا بالنسبه لاخواتي غادي نحمرها اعتذر في الفران. كيبقى لكم حسب الذوق، بغيتو تقليوها بغيتو. انا الاخوات كنحمرها في الفران، وبالاخص انها يعني الدجاجه عندنا عامره فمن الاحسن انها يعني تحمر في الفران باش بلا ما نبقاو نقلبوا فيها وتبقى ديك الحشوه تخرج لينا. صافي هنا الاخوات من بعد ما تحمرات هذا هو الشكل ديال الدجاجه ديالنا. كيف ما شفتوا خديت ديك الزويته اللي شاطت لتحت في يعني من تحت الدجاجه في الطاوه اللي دخلتها فيها الفران ضفتها عليها من الفوق. صافي هنا غادي نبدا نحط في الطبسيل اللي غادي نقدم فيه مع ديك الدغميره اللي كتجي معلكه ورائعه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتخليو لي شي تعليق زوين. كيف ما شفتوا الاخوات كيبقى لكم يعني في الدغميره يعني كيبقى لكم حسب الذوق. بغيتو تكثروا من هاد الكبيدات والقنيصات وداكشي بغيتو تستغناو عليهم فكيبقى لكم حسب الذوق، لان كاين بزاف الناس ما كتاكلهمش فبغيتو يعني تستغناو عليهم كيبقى لكم حسب الذوق. فيعني تضيفوا غير البصله بوحدها فراها كافيه. صافي هنا الاخوات غادي نحاول انني نقسم ديك الدجاجه يعني باش العماره تجي سهله انهم يجبدوها. صافي وغادي نضيف واحد الربيع ديال الحامض المصير وشويه ديال الزيتون مقطع كيبقى لكم الاخوات حسب الذوق. وكنتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم. وما تنسونيش الاخوات من اللايكات الله يجازيكم، وكذلك واحد التعليق اللي يكون زوين ومحفز. وكذلك ما كرهتش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش ان شاء الله تزيد تكبر القناه وكذلك تعمل فائده مع الجميع. وشكرا لكم وشكرا للدعم ديالكم الدائم. شكرا بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.